مرحبا، شلونكم؟ اليوم عندي طبخة حلوة وجديدة على الساحة. بسوي رولات اسمه جلاش مع لحم المفروم، شحم، شوية فقع، مشمش المجفف، وعندي بصل وثوم، صلصة صويا اللي أنا ما استغنى عنها، صنوبر وزرشك. بخلطهم مع بعض ونشوف شلون راح نسوي الطريقة. أحمر اللحم شوي على الشولة. انتوا لا تنسون اللايك والشير، أبي تعليقات الحلوة منكم. واحب اخذ يعني مثلا طبخات من التيك توك واطبق بالبيت. نخلي اللحم على جنب، احمر الشحم وبعدين اضيف البصل والثوم. بضيف شوية زيت على البصل، اخلطهم كلهم مع بعض. خلطة كنور، الثوم مع الخل، شوية بهاراتي من كل شيء نتفة كذي، كزبرة ناعمة، فلفل اسود، بهارات اللحم، لومي ناعم، شوية بابريكا. الحين راح اضيف الفقع. طبعا الفقع مطبوخ خالص، المشمش. بضيف الملح كيف واحدة، صلصة الصويا. يعني مع اللحم الطعم رهيب. الله على اللون. نسوي الصنوبر. الحين بحمر الصنوبر مع الزرشك. بضيف شوية سمنة. اخلي الصنوبر على نار هادئة لان الصنوبر بسرعة يحترق. اقلب على الخفيف. تغير لون الصنوبر شوي، قاعد يميل على احمر، ديري بالك تكسرين على الشولة. اخر شيء احط الزرشك، خليه اضيفه على اللحم وبعدين نحشي الجلاش ونشوف شلون طريقة الوربات. نخلطهم كلهم مع بعض. تأكد من الملح. الطباخة الشاطرة اللي مثل أم عدنان والله ما أضبط الملح، والله ما أضبط الملح. ساعات يصير مالح، ساعات لا ما يكون فيه ملح. بعد أنا صايمة يعني شو أسوي؟ أفطر؟ هذا الجلاش اللي عندي تركيا. دائما لما أروح تركيا أخذ لي 2-3 لف الجلاش. الجلاش هذا زين حق لفين سمبوسة، غير ما ادهن لان اللحم فيه دهن وايد. راح الف وبعدين ادهن من برا. اوكي يلا خلوكم معايا بصوا. والله العجينة وايد يعني لينة، حتى مو لازم يعني تغطينها بفوطة وكذي. راح ناخذ على ورقتين ونلف. تعالوا معي. بايركس بشوية زيت وسمنة، لازم على الجوانب بعد. هذه اخر ورقة وخليك وياي انتبهي. زين اذا شفتي هني اخر شيء انه يعني الورقة معكوفة ولا مشقوقة، دخليها شي لداخل ولفي بس طلعت مرتبة شحراتها. اوكي السمنة مع الزيت، نمسح على الوجه. انتي الحين حاطة الفرن حار درجة حرارة 180 او 200، نبي فوق وتحت. تعالوا معايا يلا، تحت فوق وتحت. يلا مع السلامة. الطبق خلص مع الأذان ما شاء الله. أنا بذوق الصراحة يوعنف. والصلصات حق التغمس ما شاء الله تجمعيها ترس، كل شيء جاهز، تجيبين وتغمسين. جميل. العجينة هشة مو ثقيلة ولا شيء. مع الرب
كل واحد جاب سفرته. يلا.